لو الفيديو ده ظهر قدامك دلوقتي فاعرف ان ربنا بيحبك وانك مش لوحدك ابدا. في رسائل نازلة ليك من السما مخصوص علشان تنور لك طريقك في وقت يمكن قلبك كان محتاج فيها نور. اقعد كده بهدوء، خد نفس وافتح قلبك وسيب الروح تسمع بدل العقل. الرسالة الأولى رسالة من ربك: يا عبدي أنا معاك وأنا أقرب ليك من نفسك. أنا شايفك وأنت بتتوجع وسامعك وأنت ساكت، وبحبك حتى وأنت مش شايف ده. لو تعبت فده مش بعد، ده قرب. ولو دمعت فده تطهير مش ضعف. ولو اتأخرت الإجابة فده مش تجاهل، ده إعداد لحاجة أكبر من سؤالك. كل اللي انت بتمر بيه مش صدفة، كل حاجة ليها معنى وكل لحظة فيها حكمة. بس خليك قريب، هتبدأ تشوف النور جوه العتمة. الرسالة التانية من نفسك ليك: أنا نفسك وأنا مش ضدك. أنا اللي جواك وبدور على راحة ليك. صدقني أنا مش بلومك، أنا مش بلومك لما بتقع، أنا بحاول أقومك. أنا عايزك تعيش بحب مش بخوف، تعافر بس مش لوحدك. اطلب الحب، اطلب السلام، اطلب اللي يطهر قلبك من الزعل والأذى. انت شخص جميل، انت بتتغير للأحسن، انت بتقرب من كل شيء جميل وفيك نور. صدقني فيك نور، بس سيب النور يشتغل. الرسالة التالتة من القريبين ليك: في ناس بتحبك حتى لو ما قالتش، وفي ناس بتدعي لك وانت ما تعرفش، وفي قلوب شايفاك أجمل بكتير مما تشوف نفسك. احنا حواليك، يمكن نكون قليلين لكن وجودنا مش قليل. فبلاش تدي كل انتباهك للي ما شافوش قيمتك، ركز مع اللي بيفرحوا بضحكتك. في قلوب بتدعي ليك وانت مش واخد بالك، وفي ناس بتفتكرك وقت الشدة لأنك كنت سند ليهم زمان. في اللي بيفرح لك من قلبه حتى لو مش دايما بيعرف يعبر. بس كمان في ناس مش بتحبك ومش شايفاك، وممكن يكونوا بيحسدوك، بس دول مش همك. خلي تركيزك على النور مش على الضلمة، على اللي يزودك طاقة مش اللي يستهلكك. ابعد عن اللي بيكسرك وقرب من اللي بيلم عليك. وافتكر دايما مش كل الناس لازم تحبك، ومش لازم ترضي الكل. كفاية يكون حواليك 2 أو 3 قلوبهم صافية بيحبوك في الله وبيحترموك في غيابك. دول هيكونوا أكبر كنز ليك. وفي النهاية كل الرسائل دي مش مجرد كلمات، دي مرايات قلبك فعلا. وكل مرة تسمعها هتسمعها بشكل مختلف حسب حالك. خلي قلبك هو اللي يختار الرسالة اللي محتاج يسمعها، وسيب الباقي على الله. لو الفيديو ده لمس قلبك ابعته لحد بتحبه، وخلي دايما بينك وبين ربك خيط من الرجا ما ينقطعش.